البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ امور هانيه؟ نتمنىكم كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في قناتي وقناتكم شهيوات اسماء الياس. وشهيوت اليوم كما كتشوفوا هي عباره على كيكرولي او شوكولا. ان شاء الله غينال الاعجاب ديالكم، كونوا اكيدين جربوه على ضمانتي. غنخليكم دابا مع المقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. لازم تعرفوا على المقادير اللي غنحتاجو لهاد الكيكرولي ديالنا. غنحتاجو عندنا هنا 6 ديال البيضات، عندي 6 ديال المعالق ديال السكر سنيده، عندي 6 المعالق ديال الزيت الروميه زيت نباتيه، عندي هنا 3 المعالق ديال الدقيق و3 المعالق ديال الكاكاو مور، عندي هذا فانيلا سائله، تقدروا ديروا غير هذا سكر فاني قياس 2 ساشيات، عندي هنا قبيصه ديال الملح كيف العاده ضروري، وهنا عندي 4 ديال المعالق ديال الماء. يلا نبداو بسم الله. اول حاجه كنديروها هي كنجيبوا البيض ديالنا، كنقسموا البيض على صفار. بسم الله. هنا غندير الصفار ولي بسم الله. هاد المعينات اللي غنستعملوا في هاد العمليه ما خصوش تكون فيهم ولا نقطه ديال الماء. بسم الله. هنا فصلت البيض اللي عندي، البيض بوحدو والصفر بوحدو. نزيد قبيصه ديال الملح بسم الله شويه. وغنبدا نطلع البيض ديالي، وانا كنطلع اسمحوا لي غنزيد 3 المعالق ديال السكر سنيده. بيض البيض راني طربته مزيان توقف كما تشوفوا. دابا غنحطو على جنب بسم الله، وغنجيب الصفار حتى هو غنطلعو، غنبدا ماشي غنطلعو، غنبدا نخلط حتى تيبيض يفتح اللون ديالو. غنطرب واحد شويه وغنزيد كذلك 3 المعالق ديال السكر بسم الله. غنزيد عليه 3 المعالق ديال السكر سنيده بسم الله. صفارة البيض راني طربته مزيان حتى فتح اللون ديالو ولا بحال الكريم. غنزيد 6 المعالق ديال الزيت، غنزيد 3 ونخلط واحد شويه ونعاود نزيد 3 اخرين بسم الله. غنحسبهم قدامكم بسم الله. وحده، جوج، 3. وفي الطبيعي غتبداو تخلطوا، تبداو تزيدوا الزيت بشوي بشوي، مي حيت انا خاصني نصور لكم جميع التفاصيل كندير هذا، كنقطع هكا بسم الله. نخلط، غنزيد 3 المعالق د الزيت اللي باقيين بسم الله. واحد، جوج، 3، 6 المعالق عامرين. العبارات بالمعلقه ما بقى عندكم عذر نوضوا فين تقادوا الحلوه للوليدات هما اللي الدار. غنخلط دابا ونعاود نرجع معكم. هنا خلطت الزيت مزيان مع الخليط اللي عندنا. غنزيد الماء، قلنا 4 المعالق الماء، نفس المعلقه باش كنعبروا جميع المكونات بسم الله. واحد، جوج، 3، 4. غنكمل التخلاط. خلطت الماء مزيان. هنا عندي الدقيق والكاكاو ديالي كما كتشوفوا، غربلتهم ضروري ما تدوزوهم في الصفايه ولا في شي غربال. عندي 3 المعالق ديال الدقيق و3 المعالق ديال الكاكاو، مجموع 6 المعالق. نبداو نزيدوهم بشوي بشوي ونخلطو
هو الخليط ديالنا. دابا غنزيد المعلقه ديال الفانيلا. كي قلت لكم الا ما عندكمش السائله تقدروا ديروا هذه السكر، فاني سكر، ولكن نضيفوها في الوقيته باش ضفتوا السكر. بسم الله. ندير معلقه كبيره، ندير معلقه باش تنسم ليا. تقدروا تستغنوا عليها بلا ما ديروها. صافي خلطت مزيان. دابا ساليت من هذا من الطراب. غنبدا نزيد بيض البيض بشويه بشويه على الخليط ديال الكيك. بسم الله. ماشي مشكل، نديرو واحد شويه بشويه، نقسموه على 3 المراحل وتخلط. كذلك خلطوه بشويه بشويه من التحت للفوق، مبيناش البيض ديالنا يطيح ورجع ميه. ضروري يبقى شاد فراسو. خلطت الكميه الاولى، غنزيد دابا النص الثاني. بسم الله. نخلطوه بشويه بشويه. هنا كنخلط مزيان الخليط ديالي. هذا هو القوام اللي كنتحصلوا عليه، يكون خفيف شي شويه. دابا غنجيب الطاوه ديالي ولا اللاطه ديالي، نفرشه فيها ورق ديال الطبخ. هاد النوع ديال الكيك ضروري من ورق الطبخ. بغيتو دهنوه دهنوه، ما بغيتوش الا خفتو هكا يلصق لكم. الفران راني شعلته. بسم الله. الفران راني شعلته من الفوق ومن التحت. درجه الحراره 180 ولا 170 درجه. مده ديال الطهي ما تفوتوش فيه 15 دقيقه البنات باش ما يقصحش لكم. 15 حتى 20 دقيقه ما تفوتوهاش فيه باش ما يجيكمش البسكويت ديالكم قاصح. صافي كنحاول نوزع الكيكه ديالي على الطاوه. المقياس ولا القياس ديال هاد اللاطه نحطو لكم ان شاء الله في صندوق الوصف، باش هكا اللي عندها الطاوه ديالها مثلا صغير من هذه تقدر تنقص من المقادير، ولا كبر من هذه تقدر تزيد من في المقادير. وهذا مكان. دابا غنخشي الكيك ديالي يطيب في الفران. كي قلت لكم ما تكثروش ليه الطياب، ونتلاقاو ان شاء الله. ودابا ندوزو نتعرفوا على المقادير اللي غنحتاجو في الكناش ديالنا ولا في الحشو ديال هاد كيك رولي اللي غنقادو. عندي هنا 200 غرام ديال شوكولات عادي بديل الشوكولا. عندي 100 مليلتر ديال الحليب، تقريبا كاس، نتوما كي تشوفوا كاس عامر. وعندي 60 غرام ديال الزبده. اول حاجه غنديروها هي غنديروا الحليب ديالنا يسخن. بسم الله. قطعت الشوكولا اللي عندي طريفات صغار باش يسهل عليا انه نذوبها. الحليب ديالي هو راه طاب سخن. بسم الله. نخويه ولا نكبوه فوق الشوكولاته ديالنا. ونخلط باش يذوب لينا الشوكولاط. هنا ضفت الزبده على الكناش ديالي. نحركها مزيان لحد الشوكولاط سخون باش تذوب. صافي. وكنخليو الكناش ديالنا على جنب، كنغطيه مزيان
هذا السلوفان يكون لاصق مع السطح ديال الكناش، ونخليوه يبرد مزيان ونعاودو نرجعو ان شاء الله. الكناش ديالي برد، درتو خليتو غير هنايا فوق البوطاجي تبرد. الا استعملتو الشوكولاته يعني بديل الشوكولاته ياخذ لكم الوقت باش يبرد. الا استعملتو شوكولاته نوعيه جيده دغيا غيبرد وغيجمد. دابا غنخلطو مزيان. القوام ديال الكناش ديالنا هكا تيكون قابض راسو. دابا نجيب الكيك ديالي. الكيك ديالنا من بعد ما برد هو هذا. كتحكموا فيه بكل سهوله كيف ما بغيتو بسيطه. دابا غنعمرو هاد الكناش. بسم الله. نحيدو هاد المرق. بسم الله. الكميه اللي بغيتو نتوما كتحكموا فيها. بغيتو تكون العماره كثيره، الكناش في الداخل ديال هذا كيكرولي ديالكم، بغيتوها تكون كثيره كديروه كثير، بغيتو تكون هي طبقه خفيفه كديروه هي طبقه خفيفه. المهم على حسب الذوق. بسم الله. درت الكميه اللي بغيت ديال الكناش. دابا غنهز الكيكرولي ديالي وغنحاول نروليه غير بشويه. بسم الله. ما تخافوش ما غاديش يتكسر لكم. نحيد الكاريط وفي نفس الوقت كنرولي وكنزير. اهم حاجه تزيروه. صافي. غنجيب السلوفان ونلويه عليه وغنخليه يرتاح واحد على الاقل واحد ساعه المكانه. عاد نرجع ندهنو بالباقي داكشي اللي بقى لنا من الكناش ونذوقوه كيف بغينا ان شاء الله.
هو الشكل النهائي ديال الكيك رولي ديالنا. نتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم. زينتو على شكل الجذع ديال الشجره، جا شكله الصراحه زويون، نتمنى انكم تجربوه. الكيك ديالنا تيجي رطب البنات، تيجي هشيش وناجح 100%. كونوا اكيدين ان شاء الله تجربوه وغتردوا عليه الخبر. وهذا ما كان، نتمنى شهيوة اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم. شكرا بزاف وبصحه وراحه.